انا لحد دلوقتي مش مصدقه ان مرات اخويا قالت كده لبابايا. اخويا عزمنا عنده في البيت وما كنتش متوقعه خالص ان مرات اخويا تعمل كده. اخويا بقالنا 4 سنين ما دخلناش بقى بيته، فقال لنا بقى انتوا بقالكوا كتير ما جيتوش عندي، يلا بقى تعالوا كلكم وانا هعزمكم على غدا جميل جدا. فاحنا طبعا فرحنا جدا وقلنا خلاص هنروح له. فاحنا رحنا له انا ومامتي وكمان اختي وعيالنا وكمان بابايا، والوقت اللي احنا رحنا له فيه كان بقى وقت غدا. واخويا كمان كان اليوم ده في الشغل، فهو كان مروح قبلينا بحوالي ربع ساعة بس. المهم بقى ان احنا رحنا وكانوا بيحطوا الغدا، والغدا بقى كان عبارة عن مكرونة وكمان بانيه. بس بقى مش دي المشكلة خالص، هو الحمد لله على اي اكل، والمهم كمان اللمة. المشكلة بقى ان بابايا كان تعبان وقتها وقال بقى لمرات اخويا ان انا ما ينفعش اكل الاكل ده، انا بس عايز شوربة لسان عصفور. وردها بقى كان مفاجأة لينا كلنا، لانها بقى بتقوله معلش يا عمي انا مش هقدر اعمله لاني واقفه طول اليوم في المطبخ وتعبانه. واخويا كمان ما اداش اي رد فعل خالص. ولما حكيت لجوزي قال لي بقى ان انتوا غلطانين ان انتوا كملتوا اليوم عنده، مفروض بقى اول ما قالت كده لباباكي كنتوا مشيتوا على طول. وانا الصراحه مش عارفه جوزي كده عنده حق ولا لا.